ف فانا ببقى حريصه جدا وانا بشتري حاجه صوف اجربها على جسمي، لو انا مثلا مش لابسه تيشيرت مثلا كامل او حاجه، بحيث اشوف لو حصل لي اي اريتيشن او اي احتكاك او هرش او كده، فبخلي بالي. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي تخلي بالكم منها وانتوا بتشتروا صوف. حاجه كمان الصوف، بالمناسبه في منه انواع، في منه اللي هو الصوف اللي هو الناعم السوفت ده، ما تبقاش شايف الخيوط اللي طالعه منه، فهو سوفت يعني حتى على وشك يعني سوفت. وفي صوف تاني زي ده، يعني هو في نوعين من الصوف، في ميرينو تقريبا والباكا حاجه زي كده، نوع المعزه او نوع الشيب اللي بيستخرجوا منها الصوف مختلف. في صوف بيبقى خشن وفي صوف بيبقى ناعم. في صوف خشن زي ده اهو برضو كان من يونيكلو، نفس الشركه اللي قلت لكم عليها اليابانيه، بس ده خشن، يعني ده لو لبسته على ايدي مثلا وانا مش لابسه حاجه كم تحتيه، بحس ان في شوك في ايديا، ما بستحملهوش بصراحه. فلو حد عنده حساسيه يعني يجرب الحاجات دي قبل ما يشتريها، وحاول